كلاكيت تاني مره ريال مدريد يفوز في الجوله الثانيه على ريال اوفيدو في مباراه فيها مكاسب كتير جدا. اول مكسب طبعا الانضباط الدفاعي اللي شفناه في الماتش الاول هو موجود في الماتش الثاني، كلين شيت تاني مره على التوالي. بالرغم من تغيير خط الدفاع وانه ابتدى بدانيال كارفاخال مكان الكسندر ارنولد اللي ابتدى في الماتش الاولاني وروديجير مكان ميليتاو، الريال منضبط دفاعيا. من فتره كبيره بشوف الريال ما بيستقبلش هجمات، واقف على رجله وواقف على حيله. مع وجود فينيسيوس على الدكه وجود ابراهيم دياز على الدكه، الراجل ابتدى برودريجو لاول مره اساسي من ساعه لما مسك الفرقه، وفرانكو مستانتونو القادم من ريفر بليت. شوط اول في سيطره كبيره جدا من ريال مدريد واستحواذ مع تكتل دفاعي من ريال اوفيدو. اما بقى في ماتش ريال اوفيدو النهارده ان ريال مدريد لعب بشراسه ولعب على الكره الثانيه والصراعات الهوائيه والارضيه وكسب معظم الصراعات الثنائيه. يعني كاريراس وتشاوميني وكارفاخال كسبوا كل الصراعات الثنائيه اللي كانت على ارض الملعب، ودي حاجه ما كانتش موجوده في ريال مدريد السنه اللي فاتت ولا في سنين كتير فاتت اصلا. فرانكو ماستانتونو نشيط جدا، وينج شمال مزعج مقرف بلغه الكوره كده، ورودريجو لما بيلعب شمال تحس ملعب ريال مدريد مظبوط. اردا جولر عمل 8 فرص محققه في الشوط الاولاني بس. الراجل كمان كان سبب في جون كيليان امبابي الاولاني وطلع له ثرو عشان كيليان امبابي يعمل ترن وباستلامه عالميه ويحطها عشان يفتح الماتش ويسجل الهدف الاولاني. الشوط الثاني ريال اوفيدو ابتدى ينتفض وابتدى يهاجم، بس الغريب ان انا ما قلقتش. انا شايف ريال واقف كويس، واقف صح، وكورتوا كده كده فورمه. يجي بقى دور المدرب اللي افتقدناه بقالنا كتير قوي. تغييرات البدري، التغييرات اللي بتغير شكل الفرقه تماما. الراجل بيسحب ماستانتونو وبيسحب رودريجو وبينزل فينيسيوس وابراهيم دياز، بيعمل تنشيط كده للاجنحه، وبعدها كمان بيسحب اردا جولر وبينزل جونزالو عشان ابتدي احط ايديا على قلبي واقول للراجل هيلعب 4-2-4 وانت كسبان 1-0 بس. واتاريها ليها فكره واتاريها ليها تركايه. ال 4-2-4 دي كانت سبب الونسو خد باله ان ريال اوفيدو ولاعيبه ريال اوفيدو بتحضر ببطء، وان انت لو ضغطت عليهم هتقدر تاخد الكوره بسرعه جدا وتقدر تسجل الثاني وتسجل الثالث. ده اللي حصل في الجون الثاني بعد ضغط من لعيبه ريال مدريد. بص المنظر، فينيسيوس ضغط، مبابي ضغط، بيضغط ازاي وبيستخلصوا الكوره، وفينيسيوس بيطلع مبابي ويسجل مبابي الجون الثاني. عشان نشوف بقى كده، يعني انا مش عارف تصرف طفولي اهبل من فينيسيوس بعد ما بيعمل اسيست بيشوح وبيكلم، وعلى الله يا تكون بتكلم الونسو بالطريقه دي، او مش عاجبك مثلا حد من الجهاز الفني، او مش عاجبك حد من اللعيبه، او مش عاجبك الجماهير والكلام اللي بيتقال في الصحافه. لا، انت وحش وسيء، بس انت نزلت الماتش ده عملت اللي عليك، وده فرق كبير جدا من ان انت تعمل اللي عليك وان انت تبقى فورمه. انت حاولت ترقص مره واثنين وثلاثه ومش نافع معاك. لما بتلعب السهل الفرقه بيبقى شكلها احسن وانت منظرك بيطلع كده اوفرول محترم. وبعد الجون الثاني بقى تشابي الونسو بيعدل في الخطه وبيعدل في شكل الفرقه، ويروح مساحب كارفاخال ومنزل ارنولد منزل دينيس سيبايوس عشان يبتدي بقى يظبط الدنيا بعد ال 4-2-4 دي. وبرده بعد ضغط بيسجل الجون الثالث من فينيسيوس، اللي يا رب الجون ده يعني يديله شويه ثقه ويديله شويه يعني امل كده في ان احنا نشوف موسم محترم منه. رودريجو مهم جدا، رودريجو ما ينفعش يمشي. واضح جدا ان في ماتشات هتبقى فعلا محتاجه رودريجو، محتاجه اللعب المباشر بتاع رودريجو ومبابي واللمسه الواحده، عشان للماتش الثاني على التوالي من فتره كبيره قوي ريال مدريد يطلع بكلين شيت، وانا مش فاكر اخر مره كانت امتى بصراحه، ونشوف دفاع منظم، دفاع يطمن، نشوف مدرب بيقعد فينيسيوس عادي دكه، بيقعد ارنولد اللي انت جايبه من ليفربول دكه، مش فارق معاه حد. والراجل طلع في المؤتمر الصحفي بعد الماتش قال لك اللعيبه ال 25 اللي عندي كلهم زي بعض. مكسب مريح، وزي ما قلت لك كده اصبر والخير جاي مع السير. تشابي الونسو.